قبل ما اخلف عيالي كنت فاكر عمليه تربيه الاطفال دي حاجه سهله جدا، لكني اكتشفت اني كنت ساذج. كنت عامل زي اسماعيل ياسين لما قرا كتاب كيف تطير الطائره وافتكر انه بكده ينفع طيار. هي المشكله فين؟ هل شبشب خالتك تفيده هو الصح وكلام الخواجات اللي في الكتب ده ما ينفعش معانا؟ الموضوع بسيط. العلماء بيقسموا اساليب التربيه لاربع انواع. الفرق بينهم هو درجه التحكم او الكنترول اللي عايز تمارسه على عيالك. اول نوع التربيه التسلطيه، وفيها التحكم هو اهم حاجه. الواد ما يفتحش بقه ولا يرمش بعينه بغير اذنك، انت تؤمر وهو يطيع، وده هيخلي خالتك تفيده فخوره بيه. تاني نوع التربيه التساهليه، ودي فيها دفء العلاقه هو اهم حاجه. هعمل له كل اللي بيحلم بيه، هلبي له كل رغباته العاطفيه والماديه. ثالث نوع التربيه الاهماليه، اطلقه بقى في الشارع يبيع مناديل والحياه هي اللي هتعلمه، هو هيتعلم ويتربى لوحده وانا مش فاضي لوجع الدماغ ده كله، ودي طبعا مش تربيه من اساسه. والنوع الرابع بقى هو التربيه التشاركيه او التربيه المتوازنه، ودي بقى اللي كتب التربيه بتضرب لها تعظيم سلام، لان فيها توزيع للسلطات وفيها توازن كده ما بين دفء العلاقه والتحكم.